نحن كرات الدم، نحن كرات الدم، نحن كرات الدم، نحن كرات الدم. هل تعرفون يا شطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو لدينا المرشحات والأسئلة المهمة لمادة الأحياء للصف الثالث المتوسط لسنة 2019. من الأسئلة المهمة اختر من بين الأقواس ما يلائم العبارات. أولا، يتكون العمود الفقري من فقرات مجموعها 28 أو 30 أو 33، فيكون الجواب 33. ثانيا، ينقل الحافل الدم وهو أي يأخذ الدم من فصيلة دم أي بي أو بي أو O، فيأخذ دم من فصيلة O. رابعا، عضية خلوية لها علاقة بانقسام الخلية الجسم المركزي، بيوت الطاقة أجسام كولوجي، فيكون الجسم المركزي. وأيضا لدينا من الأسئلة المهمة عرف البهاق، المناعة الإيجابية، التمثيل الغذائي، التنفس الداخلي. البهاق هو أحد الأمراض الجلدية حيث يحدث تغيير في صبغة الجلد لأسباب عديدة، منها اضطراب في إفراز صبغة الميلانين المرتبطة بوظيفة الكبد. المناعة الإيجابية هو قدرة الجسم على مقاومة الأمراض من خلال تحفيز صغر تكوين أجسام مضادة لفترة طويلة من الزمن. التمثيل الغذائي هو تحويل المواد الغذائية الأولية الممتصة من قبل الأمعاء الدقيقة إلى مواد حية تضاف إلى الجسم لبناء أو تعويض الخلايا التالفة. التنفس الداخلي هو عملية انتشار الأكسجين من كريات الدم الحمر إلى خلايا الجسم التالفة، وقيام بيوت الطاقة داخل الخلايا بأكسدة الغذاء سكر العنب لتحرير طاقة وإعطاء ثاني أكسيد الكربون وماء. ولدينا سؤال آخر: ما أعراض 2 من الأمراض الآتية؟ أولا، العجز الكلوي، وثانيا فقر الدم، وثالثا الإصابة بدودة البقر الشريطية. العجز الكلوي: أولا ألم وحرقة شديدة في البول، ثانيا انتفاخ الأطراف وخاصة القدمين وانتفاخ الوجه، ثالثا اصفرار الوجه والبشرة، رابعا عدم الشهية للطعام والدوار والقيء أحيانا. فقر الدم: شحوب الوجه والضعف العام وفقدان الشهية للطعام، وتصبح العينان غائرتان ويقل بريقها. ثانيا، عدم الرغبة بالعمل والخمول والكسل وتشويش الذاكرة وتوتر الأعصاب. الإصابة بدودة البقر الشريطية: أولا انتفاخ البطن وسوء الهضم وضعف عام، ثانيا وجود القطع الحبلى البيضاء اللون في غائط الشخص المصاب. ولدينا بعض التعاليل المهمة أيضا. أولا، يشعر المصابون بمرض السكري بالعطش، ثانيا السعال الديكي من الأمراض التي تنتشر في المدن أكثر من الأرياف، ثالثا ظهور بثور وقتية على الوجه في مرحلة المراهقة تسمى حب الشباب، رابعا تفادي شرب كميات كبيرة من الماء عند العطش بعد قطع مسافات طويلة، خامسا النوبة القلبية تؤدي أحيانا إلى توقف القلب عن العمل. أولا، يشعر المصابون بمرض السكري بالعطش، الجواب وذلك لكثرة التبول وقلة الماء في الجسم. ثانيا، السعال الديكي من الأمراض التي تنتشر في المدن أكثر من الأرياف، وذلك بسبب تلوث الهواء في المدن وعدم نقاوته أكثر من الأرياف أكثر مما في الأرياف. ثالثا، ظهور بثور وقتية على الوجه في مرحلة المراهقة تسمى حب الشباب، وذلك بسبب التغييرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة المراهقة. رابعا، تفادي شرب كميات كبيرة من المياه عند العطش بعد قطع مسافات طويلة، وذلك لأن شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة هو خطر مؤكد على سلامة البصر، لما يسبب من ارتفاع مفاجئ في ضغط العين. خامسا، النوبة القلبية تؤدي أحيانا إلى توقف القلب عن العمل بسبب عدم انتظام جريان الدم في عضلة القلب. أيضا لدينا بعض الفراغات المهمة. أولا، يتألف حوض الإنسان من عظام الحرقفة وفراغ والورك والعانة. ثانيا، تتألف البشرة من طبقتين هما الطبقة المتقرنة والطبقة المولدة الماليبيجية. ثالثا، أنواع الأفعال العصبية: الأفعال الإرادية واللا إرادية والانعكاسية. رابعا، تتألف الأذن الداخلية من القوقع والقنوات الهلالية. أيضا لدينا سؤال مهم: من المسؤول عن أولا تخليق بروتين الخلية، ثانيا ربط العضلات بالعظام، ثالثا منع رجوع الغذاء إلى المعدة، رابعا إنتاج النطف، خامسا تنظيم حركة العضلات الإرادية في الجسم. أولا تخليق بروتين الخلية المسؤول عنه هو الريبوسومات، ثانيا ربط العضلات بالعظام الأوتار، ثالثا منع رجوع الغذاء إلى المعدة يكون الفتحة البوابية، رابعا إنتاج النطف تكون الخصيتان، خامسا تنظيم الحركات الإرادية في الجسم فتكون المخيخ.
وأيضا لدينا سؤال مهم: ما الفرق بين أولا الغدة النخامية والغدة الدرقية من حيث الموقع والوظيفة؟ ثانيا الصفات الجنسية الثانوية بين الرجل والمرأة. الفرق بين الغدة النخامية والغدة الدرقية: تكون الغدة النخامية أسفل الدماغ والغدة الدرقية أسفل الحنجرة. الوظيفة إفراز مجموعة من الهرمونات المنظمة لعمل الجسم، هذه تكون الغدة النخامية. أما الغدة الدرقية فتكون وظيفتها إفراز هرمون الثايروكسين المهم في تنظيم فعاليات الجسم. أما الفرق بين الصفات الجنسية الثانوية للرجل والصفات الجنسية الثانوية للمرأة: أولا خشونة الصوت، هذه صفات الجنسية الثانوية للرجل. ثانيا كثافة الشعر. ثالثا الغدة اللبنية ضامرة غير عاملة. الصفات الجنسية الثانوية للمرأة: أولا نعومة الصوت. ثانيا قلة الشعر. ثالثا نمو الغدد اللبنية غدد عاملة. وأيضا لدينا سؤال مهم أيضا: ما أهمية أربع مما يأتي؟ ما أهمية أولا البؤبؤ والأجسام المضادة وفيتامين دي، الكولاجين والصفيحات الدموية. أهمية البؤبؤ: يسمح بمرور حزمة ضوئية محدودة إلى العين لوجود عضلات صغيرة تتحكم بقطر فتحتها. أما أهمية الأجسام المضادة فتكون مقاومة الجراثيم الداخلة إلى الجسم. أما أهمية فيتامين إي: ينشط مناعة الجسم. ثانيا يقلل من تصلب الشرايين. ثالثا يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان. أما فائدة أو أهمية الكولاجين فتساعد على تجديد خلايا الجسم والبشرة. أهمية الصفيحات الدموية: تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف. ولدينا أيضا سؤال مهم: ما أهم مميزات العضلات الهيكلية؟ وباء وضح باختصار آلية التنفس بالشهيق والزفير. وجيم ما طرق الوقاية من البلهارزيا. ذات العضلات الهيكلية: أولا عضلات حمراء اللون مخططة تحتوي على مجموعة من الألياف التي تعمل بتنسيق تام مع بعضها. ثانيا عضلات إرادية يمكن السيطرة عليها من قبل الإنسان. ثالثا عضلات كبيرة تشكل الجزء الأكبر من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع. رابعا ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار وقسم منها يرتبط مباشرة بالعظام وبالجزء المتحرك كالعين مثلا. خامسا عضلة اسطوانية مخططة عديدة النواة جانبية الموقع. باء آلية الشهيق والزفير: الشهيق أولا ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح سطح. أما في الزفير عودة الحجاب الحاجز إلى وضعه الطبيعي المحدب. ثانيا حركة عظم القص وارتفاع الأضلاع إلى الأعلى نتيجة تقلص العضلات. أما في الزفير نزول الأضلاع وعظم القص للداخل قليلا أي تعود إلى وضعها الطبيعي. ثالثا الشهيق يقل ضغط الهواء داخل الرئتين بسبب اتساع حجمها. أما في الزفير يزداد الضغط على الهواء داخل الرئتين. في الشهيق يندفع الهواء الجوي من الخارج إلى داخل الرئتين. أما في الزفير فيندفع الهواء من الرئتين إلى الخارج. ما طرق الوقاية من بالهارزيا: أولا عدم السباحة في الترع والسواقي والأنهار صيفا من قبل الأطفال. ثانيا تجنب غسل الملابس والأواني من ماء الأنهار. ثالثا القضاء على القواقع. رابعا نشر الوعي الصحي بين تغليف وحماية نهايات العظام. ثانيا المحافظة على مستوى السكر بالدم. ثالثا إفراز الثايروكسين. رابعا ترطيب العين. خامسا الإفراز في الخلية. من المسؤول عن تغليف وحماية نهايات العظام؟ فتكون الغضاريف. وأيضا المسؤول عن الإفراز في الخلية أجسام كولاجي. المحافظة على نسبة السكر في الدم يكون المسؤول هو الأنسولين. أما المسؤول في إفراز الثايروكسين فيكون الغدة الدرقية. والمسؤول في ترطيب العين الغدة الدمعية. وأيضا لدينا سؤال مهم: اختر من بين الأقواس. أولا العشو الليلي سببه نقص فيتامين A B C فيكون نقص فيتامين A. ثانيا الردهة الخلفية للعين مملوءة بسائل يسمى السائل المائي الزجاجي اللمفي فيكون الزجاجي. ثالثا أسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها 1 سنتيمتر. النخامية الكظرية الإدرينالية فيكون النخامية. رابعا يعد مفصل فقرة الأطلس من المفاصل الثابتة المتزحلقة المحورية فيكون المحورية. أيضا لدينا من التعاريف المهمة: أولا الجهاز اللمفاوي. ثانيا حبة بغداد. ثالثا النزلة الشعبية. ثالثا الأطفال خدج. رابعا القنوات الهلالية.
الجهاز اللمفاوي مجموعة من الأوعية الشعرية الصغيرة تتصل بعقد لمفاوية يسير فيها اللمف، وهو في الأصل بلازما متشرحة من الأوعية الدموية الشعرية. أما حبة بغداد وهو مرض ينتشر في مناطق مختلفة من العراق، يسببه طفيليات مشابهة لطفيليات الحمى السوداء، ويصيب المناطق المكشوفة مثل الوجه ويترك أثرا. أما النزلة الشعبية مرض ينتشر في الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث تنشط أنواع من الجراثيم مسببة التهاب الأغشية المخاطية للأنف والبلعوم والقصبة الهوائية. الأطفال الخدج هم الأطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة الاعتيادية، ويكونون غير مؤهلين للبقاء والعيش ما لم يوضعوا في أسرة خاصة وتحت عناية خاصة لفترة من الزمن. وأيضا لدينا سؤال مهم: ما أهمية إهداب الخلية، أنزيم البيبسين، الشرايين التاجية، لسان المزمار، العصب الحسي؟ أهمية إهداب الخلية هي الحركة. أما أنزيم البيبسين يحول البروتينات إلى أحماض أمينية. أما أهمية لسان المزمار يمنع دخول دقائق الطعام إلى المجاري التنفسية. وأهمية الشرايين التاجية تغذي عضلة القلب. وأيضا لدينا تعاليل مهمة: أولا ولادة توائم غير متماثلة. ثانيا المصاب بقصر البصر يرى الأجسام البعيدة غير واضحة. ثالثا إفراز حامض الهيدروكليك المخفف المعدة. رابعا يجب فحص مجاميع الدم قبل الزواج. خامسا وجود الشعيرات المواد المخاطية الشعيرات الدموية في بداية الأنف. علل ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك لأن الاختلاف في فصيلة الدم بين RH موجب و RH سالب يؤدي إلى تهديد حياة الجنين واحتمال موته، وخصوصا إذا كان سالب والأب RH موجب. وأيضا تلد بعض النساء توائم غير متماثلة، وذلك بسبب إخصاب أكثر من بيضة واحدة ملقحة بأكثر من حيوان منوي في الوقت نفسه، فتولد التوائم غير متماثلين. وجود الشعيرات والأغشية المخاطية والأوعية الدموية الشعرية في بطانة الأنف أو في بداية الأنف، وذلك لكي تعمل الشعيرات مع المواد المخاطية على منع دخول الأتربة المصاحبة للهواء إلى الرئتين، وأن وجود الأوعية الدموية الشعرية لكي يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرح المواد الغريبة. أما تعليل إفراز حامض الهيدروليك المخفف في المعدة، وذلك لأنه يجعل محيط المعدة حامضيا لعمل الأنزيمات الهاضمة. إصابة بعض الأشخاص بقصر البصر يعود ذلك إلى زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين، مما يؤدي ذلك إلى أن تكون الصورة أمام الشبكية. والمهم أيضا لدينا ما الفرق بين الشرايين والأوردة، وثانيا العضلات الهيكلية والعضلات الملساء، وثالثا المناعة الطبيعية والمناعة الاصطناعية. الفرق بين الشرايين والأوردة: الشرايين أولا نقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. الأوردة نقل الدم من أنحاء الجسم إلى القلب. الشرايين في مناطق عميقة من الجسم، الأوردة تكون في مناطق قريبة من الجسم. ثالثا أما الدم فيكون لونه أحمر قاني لأنه محمل بالأكسجين. أما الأوردة فيكون لون الدم أحمر قاتم لأنه محمل بثاني أكسيد الكربون. الشرايين تكون جدرانه أسمك من الأوردة، أما الأوردة فتكون جدرانها أرق من الشرايين. أما الفرق بين المناعة الطبيعية والمناعة الاصطناعية: المناعة الطبيعية تلك المناعة الموجودة لدى الشخص تلقائيا في جسمه. أما المناعة الاصطناعية المناعة التي يتدخل الإنسان لتعزيزها في الجسم كاللقاحات. أما الفرق بين العضلات الهيكلية والعضلات الملساء: العضلات الهيكلية وهي عضلات حمراء اللون مخططة ترتبط بالهيكل العظمي وتكون حركتها إرادية. أيضا تكون كبيرة الحجم مثل عضلات الساق، ترتبط مباشرة بالعظام عن طريق الأوتار. أليافها شكلها اسطواني مخططة عديدة النوى وجانبية الموقع. العضلات الملساء عضلات غير مخططة لا إرادية، أليافها مغزلية الشكل، نواتها مركزية الموقع، لا ترتبط بالعظام وإنما ترتبط بجدار الأجهزة الداخلية مثل القناة الهضمية. وأيضا لدينا سؤال مهم: اذكر الأوردة الدموية المتصلة بالقلب، وثانيا ما طرق الوقاية من مرض السرطان، وأيضا ما أهم شروط المتبرعين بالدم. أما طرق الوقاية من سرطان الثدي: أولا إجراء الفحص الدوري باستمرار للتأكد من سلامتهما. ثانيا إجراء صورة شعاعية للثدي بين فترة وأخرى التأكد من خلوهما من الأورام. ثالثا الابتعاد عن التدخين والكحول. رابعا أفضل طريقة للوقاية هي الرضاعة الطبيعية. أما شروط المتبرع بالدم: أن يكون عمره بين 17 إلى 55 سنة. ثانيا لا يجوز تبرع الحامل والمرضع.
ثالثا لا يجوز تبرع المصابين ببعض الأمراض كالآيدز. رابعا إجراء فحص قبل التبرع بالدم للتأكد من سلامته. خامسا لا يجوز تبرع المصاب بفقر الدم. وأيضا لدينا سؤال مهم: ما أهم أعراض الأمراض الآتية؟ شلل الأطفال، السعال الديكي، حصى الكلية. أعراض شلل الأطفال يكون أولا ارتفاع في درجة الحرارة وتشنج عضلات الرقبة والظهر. ثانيا تنتاب الطفل حالات من الاضطرابات العصبية والهذيان. ثالثا يفقد الطفل المصاب الشهية للطعام ويتقيأ. رابعا تصاب الأطراف العلوية والسفلية بالشلل مع الشعور بألم في العضلات، وأحيانا يصعب تنفس الطفل وتظهر علامات الاختناق إذا أصيبت عضلات الصدر بالشلل. أما أعراض مرض السعال الديكي فيكون أولا احمرار البلعوم، احتقان البلعوم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية مع السعال. ثانيا بعد 10 أيام من الإصابة يكون هناك سعال شديد على شكل نوبات قد تصل إلى 3 دقائق، قد تؤدي بسبب حدتها التي تشبه صوت الديك إلى التقيؤ. ثالثا قد تؤدي نوبات السعال إلى نزيف دموي من الأنف في بعض الأحيان. رابعا يلاحظ أن الطفل يتعرض لنوبات السعال أكثر عند تعرضه للهواء البارد أو عندما يكون في غرفة مغلقة مملوءة بدخان السيجار. أعراض حصى الكلى فيكون أولا الرغبة في التبول باستمرار مع ألم شديد في أسفل الظهر. ثانيا تبول دموي تختلف حدته نتيجة لخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى. ثالثا يحدث ما يسمى المغص الكلوي في أحيان عديدة، وهو مصحوب بألم شديد للغاية ناتج عن نزول الحصى من حوض الكلية للحالب، يؤدي في أحيان عديدة من شدته إلى عدم مقدرة الشخص على الحركة. لدينا سؤال مهم: ما أنواع الإخراج؟ وثانيا عدد فقط 4 من أمراض الجهاز التناسلي. ووظيفة لب الغدة الكظرية. أنواع الإخراج هو الإخراج الهضمي أولا، وثانيا الإخراج الرئوي، وثالثا الإخراج الكلوي، ورابعا الإخراج الجلدي. أما أمراض الجهاز التناسلي هي أولا مرض السفلس، ثانيا مرض السيلان، ثالثا الآيدز، رابعا الطفيليات، خامسا الالتهابات المختلفة، سادسا الفطريات، سابعا العقم. وظيفة لب الغدة الكظرية: فأولا إفراز هرمون يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة، وثانيا المحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي الاعتيادي. أيضا لدينا بعض التعاريف المهمة: أولا الغدد العرقية. أولا الغدد العرقية: الإهداب والأصوات، لسان المزمار، الحالبان، التنفس الخارجي. الحالبان: الحالب أنبوب عضلي دقيق طويل نحو 22 متر، وهو يصل الكلية بالمثانة، ومنه ينزل البول إلى المثانة. الإهداب والأصوات: تراكيب بروتولازمية تمتد خارج الخلية وتكون مفردة أو عديدة صوتية أو مهدبة. التنفس الخارجي وهي عملية انتشار الأكسجين داخل الحويصلات الرئوية إلى كريات الدم الحمر. الغدة العرقية: وهي قناة غدية ملتفة القاعدة تحيط بها مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية، وتقع قاعدتها في الأدمة الخارجية. أما لسان المزمار: وهي قطعة غضروفية ورقية الشكل، وهي أحد قطع الحنجرة، وظيفته منع دخول الطعام إلى القصبة الهوائية. وأيضا لدينا سؤال مهم: اذكر الأوعية الدموية المتصلة بالقلب ووظيفة كل واحدة منها. الأوعية الدموية المتصلة بالقلب هي أولا الأوردة، وثانيا الشرايين. الأوردة هي أولا متقسمة إلى 3 أقسام: ألف الوريد الأجوف الأعلى، وباء الوريد الأجوف الأسفل، وجيم الأوردة الرئوية، ودال الأوردة التاجية القلبية. أما الشرايين فمقسمة أيضا إلى 3 أقسام: أو ألف الشريان الرئوي، باء الشريان الأبهر، جيم الشرايين التاجية القلبية. الوريد الأجوف الأعلى يعمل على جمع الدم من قسم الجسم الواقع فوق الحجاب الحاجز ويصب في الأذين الأيمن. الوريد الأجوف الأسفل يجمع الدم من تحت الحجاب الحاجز ويصب في الأذين الأيمن. الأوردة الرئوية 4 أوردة قادمة من الرئتين تصب في الأذين الأيسر، وهي تحمل الدم المؤكسج. الأوردة التاجية القلبية مجموعة أوردة صغيرة تجمع الدم من عضلة القلب لتصب في الأذين الأيمن. أما الشرايين: ألف الشريان الرئوي ينطلق من البطين الأيمن للقلب ويتفرع إلى فرعين، لكل رئة فرع واحد. الشريان الأبهر ينطلق من البطين الأيسر ثم إلى جميع أنحاء الجسم عدا الرئتين. الشرايين التاجية القلبية زوج من الشرايين تأتي من الشريان الأبهر لتغذي عضلة القلب. لدينا سؤال مهم: اذكر أعراض النزلة الشعبية وكيفية الوقاية منها. أعراض النزلة الشعبية: أولا ارتفاع درجة حرارة الجسم، ثانيا سعال مصحوب بالقشع،
ثالثا وجود صوت في القفص الصدري عند التنفس. رابعا صداع وتعب شديد. خامسا رشح أنفي. الوقاية من المرض تكون بالاهتمام بالنظافة العامة، وكذلك الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة وعدم مخالطة الأشخاص المصابين بالمرض والاهتمام بنوع الغذاء. أيضا ما الفرق بين الأضلاع الحقيقية والأضلاع الكاذبة؟ وثانيا الفرق بين الإنزيم والهرمون. وثالثا التوائم المتماثلة والتوائم غير المتماثلة. فرق بين الإنزيمات والهرمونات. الإنزيمات هي مواد عضوية بروتينية معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة وظيفتها المساعدة في إنجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم. أما الهرمونات فهي مواد عضوية معقدة التركيب يكونها الجسم في غدد خاصة تنظيم عمل الجسم، ويكون إفرازها داخليا أي إلى الدم مباشرة، مثل إفراز الثايروكسين الذي يفرز من الغدة الدرقية وغيرها. ما الفرق بين التوائم المتماثلة والتوائم غير المتماثلة؟ أن التوائم المتماثلة هم الأطفال الذين يولدون متشابهين، حيث أن البيضة المخصبة تعاني انقساما اعتياديا واحدا أو أكثر. أما التوائم غير المتماثلة هم الأطفال الذين يولدون غير متشابهين، وذلك بسبب إنهما عبارة عن بيضتين مخصبتين في نفس الوقت. هنا سؤال مهم أيضا. أولا تتبع الدورة البابية الكبدية. وثانيا اذكر مميزات الطبقة المولدة المالبيجية. أولا تتبع بنقاط الدورة البابية الكبدية. أولا يحمل الوريد البابي الكبدي الدم من الأمعاء الدقيقة إلى الكبد. ثانيا يقوم الكبد بتنظيم نسبة المواد الغذائية في الدم. ثالثا يقوم الوريد الكبدي بنقل الدم من الكبد ليصب في الوريد الأجوف الأسفل ومنه إلى القلب. أما الطبقة المولدة المالبيجية مميزاتها: ألف خلاياها حية. باء لها القابلية على الانقسام المستمر. جيم تاء توجد فيها الغدد العرقية والنهايات الطرفية للأعصاب. ثاء عديمة الأوعية الشعرية الدموية، وتتم عملية تغذية هذه الطبقة من خلال ترشيح البلازما من الأوعية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الأديمة. لدينا سؤال آخر مهم: ما سبب السمنة المفرطة وداء الأسقربوط وداء الكلب وقصر البصر والكساح؟ مرض السمنة المفرطة سببه النظام الغذائي السيء الذي يعتمد على تناول كميات كبيرة من الدهنيات والكربوهيدرات النشويات والسكريات، وعدم ممارسة الرياضة أو أي مجهود بدني يزيل الكميات المتراكمة من الدهون تحت الجلد وبين أعضاء الجسم المختلفة، ولا سيما الجوف البطني وحول القلب. ثاني مرض داء الأسقربوط سببه نقص فيتامين سي في الجسم. أما مرض داء الكلب فسببه فيروسي. مرض قصر البصر سببه زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين، مما يؤدي إلى تكوين الصورة أمام الشبكية. أما مرض الكساح فسببه قلة فيتامين دي. لدينا بعض الاختيارات المهمة. أولا دودة صغيرة الحجم منفصلة الأجناس تلتصق بواسطة أسنان كايتينية بالغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة، تدعى الدودة الدبوسية، الدودة الشصية، الدودة الشريطية، فيكون الجواب الدودة الشصية. ثانيا عضية لها علاقة بانقسام الخلية. الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم وتنتشر في مناطق عميقة من الجسم هي أوعية دموية شعرية، الشرايين الأوردة، فيكون الجواب الأوردة. رابعا الشلل الرعاشي هو خلل عظمي عصبي عضلي، فيكون عصبي الجواب. خامسا أحد هذه العظام لا ينتمي للأطراف السفلى: الفخذ، القصبة، الكعبرة، فيكون الكعبرة. وأيضا لدينا بعض التعاليل المهمة. أولا يقع الغشاء القاعدي تحت النسيج الطلائي مباشرة، وذلك ليعمل على إسناد النسيج الطلائي وربطه بالأنسجة الرابطة التي تقع تحته. ثانيا فيتامين دي له أهمية في نمو وسلامة العظام، وذلك لأنه يؤثر على امتصاص الكالسيوم والفوسفور المهيمن في بناء العظام والأسنان. ثالثا تحتوي البيضة المخصبة على العدد الكامل من الكروموسومات، وذلك لأن الحيامن تحتوي على نصف العدد الأصلي للكروموسومات، والبيوض تحتوي على النصف الآخر فيكتمل عددها في البيضة المخصبة. رابعا لا يستطيع المصاب بانحراف البصر الاستكماتيزم من تمييز الأشعة المتعامدة مع بعضها، وذلك لأنه تكون العين غير منتظمة ولا يستطيع الشخص تمييز الأشعة المتعامدة الأفقية والعمودية. وخامسا احتواء الأذن الداخلية على القنوات الهلالية، وذلك للمحافظة على توازن جسم الإنسان.
وأيضا لدينا بعض الفراغات المهمة. أولا اللقاح الثلاثي للأطفال هو لقاح ضد أمراض القزاز وفراغ وفراغ، يكون الجوب والخناق والسعال الديكي. ثانيا تسبب الأسمدة الكيميائية والمبيدات المتسربة للماء تلوث فراغ. أما الإشعاعات الصادرة من بقايا اليورانيوم المنضب تسبب تلوث فراغ. الفراغ الأول يكون كيميائي والفراغ الثاني فيزيائي. ثالثا يكون لون الدم في الشرايين عدا الرئوي فراغ لاحتوائه على كمية عالية من فراغ. يكون لون الدم أحمر قانن ولاحتوائه على الأكسجين، فالفراغ الأول يكون أحمر قانن والأكسجين الفراغ الثاني. رابعا تقسم المناعة الاصطناعية إلى فراغ وفراغ، إلى مناعة إيجابية ومناعة سلبية. تقسم الكربوهيدرات إلى سكريات وفراغ وفراغ، شويات والسليلوز. لدينا سؤال مهم: عرف التمثيل الغذائي ووضح كيف تتم عملية الامتصاص لأنواع الغذاء المهضوم. التمثيل الغذائي الأيضي هو تحويل المواد الغذائية الممتصة من قبل الأمعاء الدقيقة إلى مواد حية تضاف إلى الجسم للبناء وتعويض الخلايا التالفة. وأيضا لدينا بعض الأسئلة المهمة. أولا أقسام الأمعاء الغليظة هي فراغ وفراغ. أولا الأعور، وثانيا القولون. ثانيا عدد فصوص اليمنى فراغ واليسرى فراغ. اليمنى 3 فصوص واليسرى فصين. التجويف الأروح ينشأ من التقاء عظمي فراغ وفراغ. ينشأ من التقاء لوح، معنى هنا لوح الكتف والترقوة. لوح الكتف الفراغ الأول والثاني الترقوة. يعني يتألف الدماغ من المخ وفراغ وفراغ، المخيخ والنخاع المستطيل. سؤال مهم: من المسؤول عن أكسدة الغذاء وتحرير الطاقة في الخلية وخزن الكربوهيدرات الزائدة؟ وثالثا ترطيب الشعر وسطح الجلد. ورابعا إفراز الهرمون المنظم لعمل الغدة الدرقية. وسادسا إفراز الصفائح العظمية. أكسدة الغذاء وتحرير الطاقة في الخلية يكون المسؤول عنها هو بيوت الطاقة. إفراز الهرمون المنظم لعمل الغدة الدرقية يكون المسؤول عنها الغدة النخامية. ترطيب الشعر وسطح الجلد يكون الغدة الدهنية هي المسؤولة عنه. وإفراز الصفائح العظمية تفرزها خلايا العظم النجمية الشكل. هنا أيضا بعض التعاليل المهمة. أولا تعد وظيفة الكريات الدم الحمر تنفسية. ثانيا كثرة الإدرار لدى الأشخاص المصابين بالسكر. ثالثا يخرج الدم من اللسان أحيانا عند الإصابة بالحمى القرمزية. رابعا عدم البقاء لفترة طويلة بدون أكل أو شرب. خامسا يحتاج الجسم البروتينات بكمية أكبر بعد الإصابة بالأمراض. أولا تعد وظيفة كريات الدم الحمر تنفسية. الجواب تقوم بنقل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا. ثالثا كثرة الإدرار لدى الأشخاص المصابين بالسكر، وذلك أن كمية الأنسولين المفرزة تكون غير قادرة على إجراء الموازنة داخل الجسم. ثانيا يخرج الدم من اللسان أحيانا عند الإصابة بالحمى القرمزية، وذلك بسبب نوع من الفطريات التي تؤدي إلى التأثير على براعم الذوق وفقدان لعملها وقتيا. أيضا لدينا سؤال مهم: الفرق بين كريات الدم البيضاء والصفيحات الدموية، وأيضا قصر البصر وبعد البصر. كريات الدم الحمر خلايا قرصية الشكل مضغوطة الجانبين، بينما الصفيحات الدموية أجسام بيضاوية أو قرصية الشكل. كريات الدم الحمر لها نواة في بداية تكوينها وتفقدها في المراحل اللاحقة، بينما الصفيحات الدموية خالية من النواة. كريات الدم الحمر تكون أكبر حجما وقطرها 8 مايكرون، بينما الصفيحات الدموية تكون أصغر حجما وقطرها 2 مايكرون. كريات الدم الحمر عددها في الذكور 5 مليون في المليمتر المكعب، وفي الإناث 4.5 مليون في المليمتر المكعب. عدد الصفيحات الدموية عددها 250 ألف صفيحة في المليمتر المكعب. كريات الدم الحمر لها وظيفة تنفسية الاحتواء على الهيموغلوبين الذي ينقل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، بينما الصفيحات الدموية تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف. كريات الدم الحمر يقوم نخاع العظم بتكوينها عند البالغين، وفي الأطفال قبل الولادة تتكون في الكبد والطحال. الصفيحات الدموية تتكون نقي العظم، نخاع العظم. أما الفرق بين قصر البصر وبعد البصر: في قصر البصر أولا يرى الشخص المصاب به الأجسام البعيدة عنه واضحة، بينما بعد البصر لا يستطيع الشخص المصاب به من رؤية الكتابة بوضوح.
قصر البصر أسبابه زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين، بينما بعد البصر أسبابه قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها، ولذلك تكون كرة العين قصيرة. قصر البصر تكون الصورة أمام الشبكية، بينما في البعد تقع الصورة المتكونة خلف شبكية العين. في قصر البصر لمعالجة المرض تستعمل عدسات مقعرة، بينما في البعد لمعالجة المرض تستعمل عدسات محدبة. في القصر من أمراض العيون الشائعة ما بعد سن 40. لدينا بعض الأقواس المهمة. أولا يجزئ البروتينات إلى أحماض أمينية في المعدة فتكون البيبسين. ثانيا استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلبا على حياة الإنسان. الكبد، البنكرياس، الطحال فيكون الطحال. ثالثا الأفعال التي يقع مركزها في المخ مثل المشي والكلام هي الإرادية، اللا إرادية الانعكاسية فتكون الإرادية. رابعا تلون الجلد باللون البرونزي من أعراض مرض النقرس أديسون الآيدز فيكون أديسون. ما أعراض النزلة الشعبية والملاريا؟ النزلة الشعبية قد شرحت، أما الملاريا نوبات أعراضها تكون نوبات ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة بصورة متعاقبة وقشعريرة، نحول عام وتعب شديد وفقر دم وشحوب في الوجه. وأيضا سؤال مهم، ما أهم مميزات العضلات الهيكلية؟ مميزات العضلات الهيكلية: أولا عضلات حمراء اللون مخططة، ثانيا عضلات إرادية، ثالثا عضلات كبيرة تشكل الأغلب من عضلات الجسم، ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار، عضلات اسطوانية مخططة عديدة النواة. ما القلب وما الشرايين المتصلة به؟ القلب عضو عضلي مخروطي الشكل موجود في القفص الصدري بين الرئتين، وتكون قاعدته نحو الأعلى ورأسه نحو الأسفل. الشرايين المتصلة بالقلب هي الشريان الرئوي، الشريان الأبهر، الشرايين التاجية القلبية. ما أسباب نقص الثايروكسين المفرز؟ ضمور الغدة الدرقية، قلة فعالية الغدة الدرقية بسبب نقص اليود في الجسم، مما يدفع بالغدة الدرقية إلى التضخم للتعويض عن هذا النقص. علم العوامل التي تؤثر على التئام الكسور عددها فقط. فتكون العمر، نوع الكسر، الغذاء، التداوي والجبيرة وموضع الكسر. الخامس اذكر 5 أمراض جلدية. الأمراض الجلدية هي حب الشباب، البثور، ضربة الشمس، البهاق، الفطريات. نحن كرات الدم، نحن كرات الدم، نحن كرات الدم، نحن كرات الدم. هل تعرفونا يا شطار نحمي الجسم